إذا ما هو رأيك في تجربة الذين كتبوا القصيدة الحرة بلا إيقاع خارجي كما وجدناه عند بدر شاكر السير مثلا وزملائه الذين اعتمدوا على التمثيل؟ نعم. بدر شاكر السيار كان شاعرا كبيرا، وكان يعيش من خلال شعره، وعندما جدد ابتدأ هو بالشعر العمودي وانطلق منه إلى الأساليب التي كان هو أحد الذين ابتكروها وأبدع على طريقته الخاصة، فأوجد الشعر الجديد. أما أنا فكنت أريد شيئا أبعد من هذه التجربة، يعني أنا حاولت أن أكتب شيء ينطلق بطاقات اللغة إلى إمكان جديد. وكرر هذه المحاولة محمد ماغوط ثم أنس الحاج ثم آخرون. القصيدة الحرة التي بدأتها أنا وكتبت على طريقتها الآن يكتب فيها أناس كثيرين، والممتع أن شاعرا كبيرا كنزار قباني الذي كان يرفض هذا النوع من الشعر أولا، وجد فيما بعد أنه يعبر عن نواحي من تجربته لا يستطيع أن يعبر عنها إلا عن هذه الطريقة الحرة. فهناك تنويع لا ينتهي. الشعر كالموسيقى، أنت توجد أسلوب، ولكن ضمن هذا الأسلوب تستطيع أن توجد مقامات كثيرة جدا. ولذلك شعر أنس الحاج يختلف عن شعري، ومحمد ماغوط يكتب شعرا يختلف عن كلينا، وأدونيس يكتب شعرا من هذا النوع، ونزار قباني، ومحمد علي شمس الدين، وشعراء كثيرين الآن وخصوصا بين الشباب. فالذي بدأناه كان تأكيد على عبقرية اللغة. اللغة لا تحصر في قوالب حديدية مقدسة كأنها مقدسة. اللغة هي ما يصبح جزءا من تفكير الشاعر أو المبدع، فيسلط عبقريته إذا كانت له عبقرية، أو يسلط قدرته الخاصة على هذا الشيء الرائع الذي هو اللغة، وبينهما يحدث هذا الشيء السحري العجيب وهو الإبداع. الإبداع يعني الشيء الجديد.